اهدى. وانت مالك؟ وانت مالك؟ اشقى طفل في مصر. النهارده انضف المحل، انضف الشاشات واجهزة البلاي ستيشن وامسح الارضية. بكرة عشان بكرة رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. ننضف بقى المحل كده ونظبط، عشان حاسس ان المحل لازم يتظبط داخل، حاسس ان مليان تراب، وانا عندي الباب على الشارع ده اللي فاتح واللي داخل تراب بقى داخل وخارج. فنظبط بس المحل، نظبط بس التراب بس الاول، بعد كده ايه ننضف الاجهزه والشاشات، وفي الاخر اخر حاجه لازم نمسح الارضيه. لسه مخلص تنظيف المحل. انا نضفت الاجهزه والشاشات ومسحت الارضيه. هطلع بقى انام شويه، بعد كده انزل ايه نبدا بقى اليوم ده ان شاء الله خير. يلا، بكره اول يوم رمضان، فالناس النهارده سهرانه عشان السحور وكده. فاشوفكوا بقى لما اصحى بقى من النوم بقى وانزل افتح المحل. يلا بسرعه عشان مش عارف اسمه ايه بصراحه. مش كاتب حتى اسمه، حاطط صورته بس كده. هو على 4/9. رايح 4/9 ده سايت، ده لو كان 4.5 كان يبقى ناجح. بالتوفيق يا زوز. الله 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 الله. يلا التاني باص اللي جنبه ده. يلا التعاشر بقى. يلا يا محظوظ، يا محظوظ يا زياد، خليك من العاشر يا محظوظ. ده 10 من رمضان. اوبا يا زوز، يا سلام بيلم نفسه. يا سلام. انتهى الكلام. سلام. يا ابني خليه يجيب العشرة بقى، خلينا بنفلس. يلا اهي يلا زياد، يلا زياد، ما تتوترش. اهو ايوه زوز، جبت الكحكه يا عم. 9-5 اهو يا عم. يلا نقولها ولا 10. جبت الخامس يا عم، مبروك يا عم. انا شغال في محل بلاي ستيشن، المحل بتاعي يعني. الشغل بتاعي يعني ممتع، شغل ترفيهي. شغل ترفيهي في الدنيا، ممتع للي بيشغل فيه. فانا بالنسبه لي انا الشغل بتاع المحل البلاي ستيشن يعني شغل كويس، شغل يعني ممتع، كل يوم في جديد. بتشوف ناس اشكال والوان بقى، على حسب. في ناس كويسه وفي ناس جايه ترخم عليك، والله العظيم. في ناس كده جايه ترخم عليك، في ناس جايه عشان عندهم نقص، والله العظيم. وفي ناس جايه بتيجي المحل عندهم نقص بقى، عايزين يسيطروا على اي حاجه. بمعنى غير الدراع كذا مره، طب وطي الصوت، علي الصوت، طب اللعيب مش بيجري ليه، مش عارف ايه. في ناس كده، في ناس عندهم نقص جايين عشان يرخموا. في ناس بقى كويس يعني بتيجي تلعب وتهزر وتضحك والدنيا حلوه. يلا 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 هندس مش هندس يا حاسس فوق ولسه ما لبسهاش لغايه دلوقتي، شايفها لحد ما اللي انت لابسه ده ده يا شيخ محمد، ده شيء ده كده حرام لانها تشبه بالنساء. تشبه بالنساء. ان الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة. كان يلبس الخاتم فقط هو الفضه وليس الذهب. الذهب يحرم برضه لانها تشبه بالنساء.
تعالى انا بقى اعملها لي عشان مش عارف اعملها. اعملها انا برضو حاجة حرام. ما احنا عمالين له. انت ايه يا ابني اللي فيك؟ ها؟ ما تعملها بقى. انت مين يا؟ اخويا. فين فلوس الزينة يا احمد؟ ايه؟ فلوس الزينة فين؟ بقولك فين؟ عامل ايه؟ انا لغاية دلوقتي الجامعة تمام. 20 بس. قاعد. شاي انت. طب يلا بينا نجمع. لسه ده أخبارك بقى إيه؟ الناس نعمل. انا يا جماعة ده بكرة. بعد خد بكره. معاك السايبر يوم كده الأحد على يوم الأحد. خد معاك السايبر كده بكرة. على 5 ساعات. اخو زياد. يلا بكرة. طب يلا اخو بقى. زياد ماشي. اوعى حد يجي ورايا، اللي هيجي ورايا اديله طلقه. فلوس. تليفون. اندومي. برسويت. اندومي. انت عندك ايه غالي هنا يا غالي؟ ايه الفلوس دي؟ الحمد لله يعني بفضل ربنا بعمل تحديثات على طول، يعني في اي لعبة جديدة اي تحديث لاي لعبة لازم احدث. يعني دي مكان ترفيهي، فالواحد بيجي مثلا كل يوم يجي يلعب نفس اللعبة، فلازم احدث له اللعبة. حدثها له بقى بحيث اللعيبة، بحيث الجرافيك، بحيث في العاب جديدة نزلت بنزلها. يعني في حتة الشغل شغل ممتع بالنسبة لي انا. وفي ناس قالت لي انت ليه مثلا ما مش شغال في شركة، مش شغال في اي حاجة حكومية، اي حاجة شغل عام شغل خاص. يعني قلت بالنسبة لي المحل ده يعني الحمد لله الحمد لله الواحد بيقدر ياكل منه عيش كويس الحمد لله بفضل ربنا يعني. وزيت انا مش شغل مع الناس بصراحة. انا ما بحبش حد يتحكم فيا، ما بحبش اصحى في ميعاد واروح في ميعاد والكلام ده، لا حبيتوش، انا زهقت منه. شغل روتيني خالص. انا بحب انا اشتغل بقى مع نفسي بقى بمزاج، اصحى براحتي، انزل براحتي، اخلص شغل براحتي بمزاجي، ما ده الشغل بتاعي. بس ده السبب ان انا يعني اشتغلت، يعني قاعد في المحل، مش شغال بره، يعني ما بحبش التحكمات. يعني مرتبات مش قد كده في مصر يعني زي ما انتوا عارفين. يعني الحمد لله الواحد شغال هنا الحمد لله يعني الحمد لله. بس انا بتكلم في حتة ايه، اللي حابب يفتح المجال ده كويس بس عايز صبر. مش هتكسب في الاول بس عايز صبر من الاخر يعني. في ناس اعرفها فتحت 3 شهور قفل، مفيش صبر عندهم، عايزين يكسبوا من اول شهر شغالين فيه. انا عندي الرسمة دي بقالها بتاع 4 سنين، عايز اغيرها، شكلها حلو بصراحة، بس يعني ربنا يسهل، ربنا يسهل ونغيرها. عمر يا مدلعك يا عمر. امال ايه عشان تكسب؟ بص هيجيب جون دلوقتي. انت خسران ماليش دعوة، ما هو ايوه يا عمر، عمر مدلعه برضه بتخسر يا زياد. الله. جول جول. شفت بقى يا عم؟ شوف من اي حته انت عبيط، مش في اي حته تيجي جول. يا عمر يا جدعان يا جدعان. يا لهوي زياد خسران. 2-0 يا زياد، خسران 2-0. يا عم هكسب. هكسب، اكسب يلا. 4-0. ده اجيلك. جول. اخيرا جبت جون في عمر، يا لهوي اوفسايد. لسه 4-1 يعني لسه فرق 3. بالك لسه فرق 3، اخد بالك. انا عايز اتكلم في حاجه مهمه برضو. اي محل بلاي ستيشن، انا هتكلم بقى تحديدا بتخصص في المحلات البلاي ستيشن. اي محل بلاي ستيشن في الدنيا كلها في اللعب على اللي يشيل، وفي الصوت العالي، وفي الالفاظ اللي بتتقال،
والكلام ده. بس انا قلت يعني في ناس غصب عنها، يعني الصوت تبقى عالي شوية، في الفاظ بيتقال. بس انا بحاول، انا معلق ورقة زي دي، انا معلق ورقة زي دي عندي، اللي صاحب اي صاحب بلاي ستيشن لازم ياخدها سكرين كده ويحطها عنده في المحل. يعني حتى يعني بص يعني ايه بيفرق مع الزبون، بيفرق مع الواحد يعني. الزبون مثلا يشوف الورقة دي ويجي يلاقي مثلا مفيش صوت عالي ومفيش شتايم ومفيش الكلام ده، هيجي لك تاني. فانت بتحاول تربي زبون من الاول جديد. ما انت الزبون بيجي معلش في الكلمة، الزبون بيجي لك، بس نيجي هتكلم بقى على اخر الليل. الزبون بيبقى شغال الصبح بيجي لك بالليل. لو الزبون بقى عايز يريح دماغه، عايز يروق على حاله، عايز جاي مثلا ايه يلعب له جيمين، يلعب له ماتشين ويمشي. فانا بحاول اظبط دماغ الزبون، اظبطه. بس بيني وبين كل واحد بيبقى غصب عنه بيشتري. بس بحاول انا بالنسبه لي بحاول اقلل الموضوع ده. انا بحاول عندي بقى اقلل الموضوع ده، يعني مش عايز مش صعب تمنعه خالص، صعب. انا بتكلم عن نفسي، انا صعب امنعه خالص. بس الواحد بيبقى غصب عنه بيطلع حاجات كده. بس بص الشغل بتاعي مجهود ذهني مش بدني، مجهود ذهني. بتقعد انت في دوشة، عايش في الكلمة، بتقعد في دوشة وصداع ورغي بقى وكلام كتير وهات واعمل وغير الدراع ومشاكل كتير. فالواحد بيطلع اخر اليوم بيفصل خالص. فيعني الحمد لله. وفي حاجة كمان، يعني انا مش لوحدي في المنطقة، يعني شغال بتاع جنبية بتاع 20 محل بلاي ستيشن. بس الواحد بيحاول بيبقى مميز، بيحس ايه، حس الالعاب، حس الدراعات، حس المعاملة والاسلوب مع الناس. فالناس بقى لو لقت الاسلوب والمعاملة والالعاب الحديثة والدراعات الكويسة، لا هيجولك. ليه لا؟ هيجولك مرة واتنين وتلاتة واربعة في نفس اليوم. ده انا عندي زمان بتجيلي الصبح وتجيلي المغربية وتجيلي بالليل خالص زبون واحد. ليه بقى؟ ليه؟ أنا الزبون يعني بيحب يقعد هنا، مرتاح هنا. مرتاح بقى في حتة. انا والله العظيم مش عشان انا بتكلم، اقسم بالله العظيم تلاتة، بقسم لكم بالله. والله في زبائن كتير بيجي يقولوا لي احنا بنيجي هنا بنبقى مرتاحين نفسيا، مرتاحين نفسيا. والله العظيم بيبقى في ناس جاية مش عشان لعب، مش جاية مش عشان دراعات، مش جاية عشان لعب، مش جاية عشان الاسلوب. لا، في ناس جاية بتقول لي انا المكان ده مريحني نفسيا. لما بروح مكان تاني او بغير مكان تاني ببقى مش مرتاح نفسيا، يبقى غصب عني باجي هنا عندك. والله العظيم في ناس كده كتير بيقولوا لي كده. الحمد لله يعني. في زباين والله العظيم بتقعد غير للدراع، معروفين. انا حفظتهم اقسم بالله، انا حفظتهم. غير للدراع معلش، اغير له الدراع بعد شويه والنبي عايز دراع حلو. انا بقى يعني عارف السر بتاع الدراعات دي، بيبقى الزبون خسران فبيحاول يغير الدراع. اروح جايب له الدراع الاول اللي كان بيلعب بيه. اسمعوا بقى الاخر، اجيب له بقى الدراع الاولاني اللي كان بيلعب بيه، اديتاله. قال له ايوه هو ده الدراعات، كان فين يا عم البدري الدراع ده؟ وانا ساكت وبضحك من جوايا. قلت له يا عم اي خدمه. هو بص يعني حته التغيير الدراعات دي عامل نفسي. بيبقى الزبون خسران. لا، العيب من الدراع، مش عيب فيا طبعا. لا، العيب مش فيا، العيب مش فيا، العيب من الدراع. طب ايه؟ اقل حاجه يطلبها يغير الدراع، اغير له الدراع. يجي يخسر، لا والنبي غير لي الدراع والنبي معلش. اجيب له بقى الدراع الاولاني، يجي يلعب بيه يجيب جون. قال لا ايوه، دي الدراعات بقى،
هي عامل نفسي والله العظيم، هي والله العظيم 3 هي عامل نفسي مش اكتر. هو الزبون بيبقى خسران، ممكن بيبقى في زمان مبتعرفش تلعب بس بيغيروا دراعات. تغيير الدراعات دي عامل نفسي، انا بقول لكم اهو، هو عامل نفسي مش عيب دراع، هو مش عيب دراع. هو الزبون بيبقى خسران بيلاقي حجة، لا انا خسرت عشان الدراع، مش العيب فيا، العيب في الدراع. انا بحاول اقول لكم اللي بيحصل عندي. يا اصحاب بلاي ستيشن، غير الدراع وخلي الدراع الاولاني اللي كان معاه، عشان لو قال لك غير الدراع اديله الدراع الاولاني يقول لك ايوه فين الدراع ده من زمان. انا بعمل كده. وفي ناس يعني في ناس لا، بدلهم الدراع الاولاني. يا عم فين الدراع، ايوه هو ده الدراعات، هو ده كان فين من بدري، كان معاك في الاول يعني. انا بضحك من جوايا والله. انا بضحك من جوايا. ربنا يسترها. الحمد لله. عايز برضه اتكلم في حتة ايه، في اصحاب بلاي ستيشن والله العظيم مش متفاعلين مع الزبون. بمعنى الزبون بيلعب، فانت في وسط الشغل تحاول تحمسه. ايه يا عم الجون ده، ايه الجمال ده. شغال في المحل بلاي ستيشن لازم يتفاعل مع الزبون. بمعنى لا خش معاه في الجيم. انا اتكلم في حتة الزبون. في زبون هيجيلك اذا كان كبير او صغير، اي حد شغال في المحل، فانت تحاول تتفاعل معاه، يعني تخش معاه في الجيم اللي بيلعب فيه. اذا كان بيلعب كورة، اذا كان بيلعب اي لعبة فردية، لازم تخش الجيم معاه. مثلا لو جاب جون، ايه يا عم الجون ده، ايه الجمال ده، ايه يا عم الباصة دي، ايه الشوطة دي كده يعني. تحاول تتفاعل معاه، فالزبون بيبقى من جواه الراجل ده مركز معايا، الراجل ده لا ان انا بلعب حلو، ان انا جبت جول حلو، ان انا بلعب كويس كده. فانت تحاول تخلي الزبون يعني ايه، اللي هو برنس، اللي هو اللي جاب الجول محدش يقدر في الدنيا يجيب زيه، محدش يعرف يلعب زيه يعني. فانت بتحاول تخش مع الزبون الجيم وهو بيلعب الجيم ده، تخش ايه ده، ايه الهجمة دي، ايه ده يا عم الضرب ده يا عم، بالراحة يا عم كده. يعني تحاول تهزر مع الزبون، تضحك مع الزبون، تخش معاه في الجيم بتاعه، الدنيا تبقى حلوة والله. هتفرق جدا مع الزبون. يعني لما تحاول تتفاعل مع الزبون ده بيفرق مع الزبون ذات نفسه يعني. هنا كان شيء بس الفرق المصرية وخاض المباريات أمام الفرق المصرية في 7 مباريات لم يحقق سوى انتصار وحيد. فاز أمام الفرق المصرية في مباراة واحدة، تعادل في 3 وخسر في 3 مباريات. صورك انت اللي جايب ال8 مش انا. انا اللي جايب اقف جنبي يا عم انت ده انا بص عليك. انا عارفك. ما كلهم عليك ليه يا كريم؟ يا عم انا اعرف، احنا عايزين نعمل فلوس للموضوع ده. ماشي اهو. ايوه ما حصل. وهو قاعد هنا قال له بقول لك ايه، طب انا قبل ما يقول. ده كريم يلعب برازيل، ما ينفعش. لا اله الا الله. يا عم اطلع من الماتش ده انا. المهم انا هعمل مقلب في الراجل اللي قاعد جنبي هنا. قلت له الدوري بتاعك اتمسح من عندي ومعلش وحقك عليا والكلام ده. قال لي لا ده انا لما اجي اشوف الموضوع ده عايز اشوف رد الفعل بتاعه لما يلاقي الدوري لما يلاقي الدوري بتاعه موجود وانا قلت له ده اتمسح. عايز اشوف الرياكشن بتاع وشه ايه. ماشي زي الفل. طب شوف الباير، يعني شوف اللعيبه اللي في الباير بعد اذنك. طب بص عيني بص. عيني ابص على اللعيبه في الباير. لا لا ايوه تحميل. هو كان رقم كام؟ واحد واحد يا عم. كنت انا ولا حاجه.
هو يسكت. يا نهار ازرق. خش يا ابني غير له كل اللي عمله. ايه ده؟ فين الفلوج الجاي؟ يعني انت ما عملتش اي حاجه خالص. بقول لك كانت شغاله. طب بص على الخطة بقى. لكن مش هو. صار الزبالة اللي انا بلعبهم دول والله. يا لو 4-1. ده امبارح ازرقت 9 هنا. 9. بيكسب ماتش بضربتين جزاء مش عارف يقول لك انا حبيبي ربنا يخليك لمصر. في بتحصل لي مواقف وطرائف في المكان هنا في الشغل عندي. في كان مرة صيدلي دخل عندي قال لي انا دكتور فلان الفلاني بدون ذكر اسماء يعني. قلت له اهلا وسهلا تحت امرك. قال انا عايز العب سبايدر مان، لعبة سبايدر مان. قلت له عينيا اتفضل. المهم كان جاب شنط كده، جاب بقى خضار وطماطم ومش عارف ايه والكلام ده. المهم اداني شنطة كبيرة كده قال لي خد. قلت له ايه ده؟ قال لي ده لبن بودرة. قلت له لبن بودرة؟ معاك بيه ايه؟ خليه جنب حضرتك، يعني خليها مع الخضار، ما ساب الخضار على جنب. قال لي لا انا عاوزك بقى ايه، كل 10 دقايق تعمل لي كوباية لبن. قلت له كل ايه؟ قال لي يا عم ما تخافش احاسبك. قلت له مش عشان كده، ايه كل 10 دقايق اعمل لي كوباية لبن؟ ليه كل 10 دقايق؟ هي جرعة، واحد بيشرب لبن مرة في اليوم مرتين، بس كل 10 دقايق ده كتير. انت لو بترضع مش هتشرب الكمية دي. ايه كل 10 دقايق تعمل؟ المهم والله طلع لي هوريكوا زي ايه بالظبط. طلع لي واحدة زي دي بالظبط. قال لي خد اتفضل. قلت له اتفضل ايه ده؟ انا هعمل لك الكمية دي كلها؟ قال لي يا عم مش مشكلة، المهم يعني ايه على قد ما تقدر. قلت له يعني هحط لك كام جرعة؟ قال لي لا في معيار جوه ومش عارف ايه، حط معيارين وميه سخنة واحاسبك يا عم على كوباية ب5 جنيه. قلت له طيب ماشي، ده كده هتتعبني كل 10 دقايق اعمل لك كوباية لبن. انا مش عارف انا شغال فين بالظبط. والله ده مشكلة والله. يا نهار ابيض، ده مواقف وطرائف. الحاجات الغريبة اللي بتحصل لي في المحل بصراحة، ولا هتحصل لي بعد كده. يعني كل 10 دقايق اعمل لك كوباية لبن؟ ايه ده؟ ليه كل 10 دقايق ليه؟ وفي موقف تاني انا كل ما افتكر اضحك. في 2 صعايدة، مع احترامي للصعايدة انا بحبهم، المهم جايين اول مرة ينزلوا مصر. المهم جم عليا بقى، قال لي السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي طب احنا مش من هنا، احنا من سوهاج. قلت له يا عم احسن ناس. قال لي احنا كنا جايين لواحد هنا بس قالوا لنا نقعد على القهوة. القهوة زينا من القهوة، قلنا نخش ايه نلعب جيمين ولا حاجة. قلت له طب عينيا تحت امرك. المهم جه قعد، قلت له طب تلعب ايه؟ قال لي يا عم بص، قالت لي انا سوبر ماريو، واخويا قالت له اسمه ده اللي هو الصياد البط، صياد البط سوبر ماريو. لا قلت له لا ما عنديش انا الكلام ده. قال لي ازاي مش ده اتاري؟ قلت له اتاري؟ انت من سنة كام يابا؟ اتاري ايه؟ اتاري ده على ايام وانا صغير.
اللي هو سوبر ماريو والمسدس بتاع صياد البط ده والكلام ده. قال لي لا 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 عايزين نلعب اتاري، اتصرف لنا يا ابو عمو. اتصرف لك ازاي؟ قلت له يا حبيبي بص يا باشا، انا عندي اجهزه حديثه بلاي ستيشن 4. قال لي يعني ايه؟ قلت له اتفضل ده الدراعات. قال لي كمان دراعات من غير سلك، انت تضحك علينا؟ قلت له والله ما اضحك عليك، شغال. حتى وريته، مسكت له الدراع وبصيت على الشاشه، قلت له بص اهو بيتحرك اهو. قال لي بو ايه اللي ده ايه ده؟ ايه التكنولوجيا واصل لكده يعني؟ راح واخد الدراع، واخد بالك؟ واخد الدراع وراح بعيد عمال يتحرك، فرحان كده يابا ناخد الدراع ونقعد براحتنا في اي مكان. قلت له لا في اي مكان ايه؟ ده ليه ساعة محددة، مساحة معينة. قال لي يعني ايه؟ تقول لي مساحة معينة كام متر؟ مش هتاخد الدراع تلعب في سوهاج. قال لي لا 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 ازاي؟ مش تكنولوجيا. تقول لي تلعب في اي، قلت له ماشي تلعب في اي حتة، تقعد هنا تقعد هنا، تقعد ورا شوية تقعد قدام، لكن ما تخش الدراع تروح على السيوط. عارف الدراع اللي معاك ده بكام؟ قلت له بقى 1200. قال لي بابا ايه ده ايه ده يا عم؟ اسعار غالية في مصر ليه كده؟ قلت له هو ده هو الجهاز كده. تعمل ايه يا اخي؟ قلت له اخر مرة لعبت قلت له اخر مرة لعبت اتاري ده امتى؟ قال لي من فترة كبيرة. قلت له طب خلاص ما الدنيا بتتطور. قال له والله عندك حق. المهم يعني ده الموقف والطرائف بتاع الحل. في مواقف وطرائف كتير، قلت ده اهم اتنين يعني اللي هم عمرهم ما يتنسوا بصراحة. والله بس كل يوم في موقف وطرائف، كل يوم يوميا والله العظيم. واحد والله العظيم موقف وطرائف دي بيفك اليوم كله، بيفك يعني اليوم بيبقى مقفل. ممكن يحصل لك مثلا موقف غريب تقعد تضحك عليه اليوم كله. ربنا كتر لنا المواقف والطرائف يابا. فلوج احب اقول لكم مختصر مفيد للشغل بتاعي. الشغل بتاعي مش صعب قوي ولا سهل قوي، لان الشغل بتاعي بتتعب ذهنيا مش تتعب بدنيا لا ذهنيا. بسبب انت بتتعامل مع كذا واحد، ليك طرق معينة في التعامل مع الناس مختلفة، بتتعامل كل واحد بطريقته. اللي يفك عليك اليوم كله المواقف والطرائف اللي بتحصل في الشغل، والضحك والهزار يعني انا واخد الموضوع الشغل عندي هنا مش اللي هو واخدها جد، لا ده شغل يا جماعة مينفعش، ولا بخلي فيه شوية حيوية، في شوية نشاط، شوية فرفشة. يعني الواحد بيبقى مش واخد الشغل ده ان هو ايه، لا الناس اشتغل زي الموظفين والكلام ده. انا لو خدت الكلام ده ان انا اشتغل واخد الموضوع جد في الشغل هنا، لا جد في الشغل في كل حاجة، بس انا مش واخد الموضوع اللي هو ايه الجدية، ان انا اتعامل مع الزبون بجدية، لا بقى ضحك وهزار وفرفشة واضحك وهزر ونفك اليوم مع بعض. لو انت متضايق من حاجة انا فكيت يومك، انا متضايق من حاجة انت فكيت يومي. انا جسمي تمام الحمد لله، بس انا تعب اللي انا بتعبه تعب ذهني مش تعب جسدي. بس انا احب اوصلكم المعلومة دي، يعني مفيش تعب جسدي خالص، ده هو تعب ذهني مش اكتر. يعني التعب الذهني اقوى من تعب الجسدي. انت لو ذهنيا مش حاضر خلاص، ذهنيا انت مش حاضر خلاص اليوم بتاعك قفل. ذهنيا حاضر وجسديا هتقدر تتعامل. انتوا لو حابين بقى النوعية دي من الفيديوهات والفلوجات والكلام ده، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك الجميل للفيديو ده. انا كده خلصت الشغل، اطلع بقى اريح دماغي
تعبت. يلا السلام عليكم.